النهارده فلوج جديد، رحله جديده لدوله من اجمل الدول اللي في العالم، وانا كالمعتاد متاخر على المطار. In 500 meters, the destination is on your right. طبعا حصل مصيبه، قعدت اصور بقى في الطريق وفي الاخر وصلت للتشيك ان ما رضيوش يعملوا لي تشيك ان. انا دلوقتي هقعد واستقنيس. انا وصلت اوسلو يا رجال. حصل معايا اللي عمري ما كنت اتوقعه من شركه كبيره زي الخطوط النرويجيه. اي يوتيوبر تاني مش هيرضى يقول المعلومه دي، بس انا هقولها لكم. تجربه تاني ارخص طيران في العالم، نرويجن ايرلاينز. نهاركم زي الفل. السلام عليكم. كل مرة قبل ما أسافر أي دولة جديدة بقعد مع نفسي أفكر كتير قوي. بفكر إزاي أوفر في رحلتي من A to Z، سواء كان توفير في تذاكر الطيران أو الفندق أو إيجار العربية. وطبعا اتكلمنا في الفيديو اللي قبل اللي فات عن الطريقة اللي ممكن تخليكوا تأجروا عربية في أوروبا بتكلفة أقل من المواصلات العامة في الدولة اللي انتوا فيها، وممكن تلاقوه دلوقتي يظهر فوق على الشاشة قدامكم. النهارده فلوج جديد، رحله جديده لدوله من اجمل الدول اللي في العالم، وهي دوله اسكندنافيه، وهي النرويج، وخصوصا مدينه النرويجيين بيقولوا عليها ستافانجير. احنا المصريين بنقول استافانجير it doesn't matter يعني مش موضوع. وانا كالمعتاد متاخر على المطار. هو المفروض كانت الرحله بتاعتي الساعه 8:22 وبعتوا لي رساله قالوا لي ان هي 8:55، وانا كنت متاخر ان انا كنت هوصل يا دوبك على الميعاد بالظبط قبلها بساعه، وده غلط. المفروض اكون قبلها هناك بساعتين مثلا. أما النهاردة أنا جاي أكلمكم على الخطوط النرويجية، وهي تاني أرخص شركة طيران في العالم بعد راين إير. وطبعا شركة راين إير عملت عنها ريفيو كامل في فيديو على قناتي في اليوتيوب، ولينك الفيديو ده ممكن يظهر قدامكم دلوقتي على الشاشة فوق. تعتبر زي راين اير بس محدوده شويه، لان هي مقتصره على بعض الدول، برضو مش مفتوحه زي راين اير. خط السير بتاعي هيطلع من بيلوند الساعه 8:55، هوصل بعد ساعه و10 دقايق لاوسلو، وبعديها هستنى هناك ترانزيت حوالي ساعه ونص حاجه كده، وبعد كده هاخد الطياره لستافانجير وهوصل هناك الساعه 12:55 بالليل، يعني تقريبا الساعه 1. In 500 meters, the destination is on your right. ده الباركينج اللي انا هركن فيه العربيه. ده بارك اسمه P1 ايجيبتن. شايفين؟ يعني مصر متسيطه رجاله، يعني افرحوا ببلدكم. دلوقتي انا في الباص ده من البارك اللي انا ركنت فيه العربيه للمطار، بدل طبعا ما امشي مثلا بتاع كيلو ولا 500 متر ولا ايا كان، يعني في وسائل راحه. باي باي باص، باي باي. طبعا حصل مصيبه لما قالوا لي ان الطياره بتاعت الساعه 8:22 اتاجلت ل 8:55، فانا بقى استعبطت، قعدت اصور بقى في الطريق وفي الاخر وصلت للتشيك ان ما رضيوش يعملوا لي تشيك ان. بس لحسن الحظ ان كان معايا عيله تانية واكدوا نفس كلامي، ان احنا جالنا رسائل ان احنا ما اتاخرناش، احنا كنا موجودين هنا، بس هم اللي قالوا لنا ان التشيك ان هيتاخر، بس الحمد لله عدت. وصلت لجيت 10 والحمد لله كله تمام. مستنيين الطياره، المفروض ان هي بعد تلت ساعه. انا دلوقتي هقعد واستقنيس ونتقابل بقى في الطياره ونشوف تجربه تاني ارخص طيران في العالم، نرويجن ايرلاينز، الخطوط النرويجيه. ونهاركم زي الفل. السلام عليكم. الخطوط النرويجية هي تاني أكبر شركة طيران منخفضة التكاليف في أوروبا. تم إنشائها سنة 1993. حجم الأسطول الجوي بتاعها بيوصل ل 98 طيارة، كلهم بيطيروا ل 126 وجهة حوالين العالم. وطبعا مقرها الرئيسي باين من اسمها، وهي موجودة في النرويج في 3 مدن اسمهم فيونيبي، بارم، أوسلو. انا وصلت مطار اوسلو، والمفروض ان انا دلوقتي هعمل ترانزيت لستافانجير. وحصل معايا اللي عمري ما كنت اتوقعه من شركه كبيره زي الخطوط النرويجيه. جاي اصور وطالع في الطياره بصور زي ما عملت في راين اير، فلقيت الكابين كرو جايين وبيقولوا لي لا ممنوع التصوير
جوه، وراح سأل حد ورجع تاني قال لي معلش انا عايز ابص في التليفون واتاكد ان انت ما صورتش حاجه جوه الطياره. تخيلوا ان ده يحصل. بس طبعا انا بذكاء المصريين والفقاقه بتاعتهم خدت شويه صور كده اهو وشويه فيديوهات هتشوفوها دلوقتي حالا، وهو حاجات انا اشتريتها بحوالي 150 كورونا، شيبسي وكاجو وبيبسي، دفعت فيهم 150 كورونا عشان بس كنت جعان مش اكتر. فانا جيت قلت بقى ايه اتمشى واوريكم المطار ده. مطار اوسلو ده يا جماعه انا كنت فاكره مطار صغير بس هو مطار كبير قوي قوي. انا عايز اقول لكم تجربتي عن الطيران بتاع الخطوط النرويجيه. هعمل لكم دايما مقارنه بينه وبين رايان اير. رايان اير كان في اوبشن ان انت ممكن تطلب اكل قبل ما تطلع الطياره. الخطوط النرويجيه ما فيهاش الموضوع ده. احنا بنتكلم في كاتيجوري طيران رخيص، والطيران الرخيص ما بيقدملكش وجبات او اكل. رقم 2 المعامله جوه. طبعا موضوع ان هم يقولوا لي ما فيش تصوير ده طبعا حاجه زي الزفت. في رايان اير كنت بصور وكنت عادي وبعمل كل اللي انا عايزه. الكرو كان محترم في رايان اير وكان محترم في الخطوط النرويجيه. ثواني عشان في حد بيسألني على حاجة وراجع لكم تاني. ثواني معلش انا قطعت عشان كان في شاب صغير بيقول لي انت فلوجر ممكن تديني القناة بتاعتك. شاب لطيف كده نرويجي صغير، يعني دي بشار كويسة خدوا بالكم. رقم 3 الأسعار. تقريبا الأسعار واحدة. التذكرة من الدنمارك لألمانيا 10 يورو. متخيلين؟ التذكرة من الدنمارك للسويد أو النرويج 15 يورو، 7 يورو. أرقام كده غريبة يعني. بس وانت بتحجز بيقول لك بقى عايز تزود شنطة هتدفع 150 كورونا تاني. 150 كورونا احسبوها كام يورو. عايز تزود الكرسي ده ب 60 كورونا. أرقام بسيطة، أرقام بسيطة جدا. بس في نقطة مهمة عايز أقول لكم عليها، وهي ان كل الحاجات الزياده دي بيجي يقولك تامين على الشنطه. كل ده ليه اسعار، بس لو انت عايز ما تطلعش بشنطه كبيره هتوفر كتير. لو انت عايز تاخد اي كرسي في الطياره هتوفر كتير. لو انت مش عايز تاخد اكل هتوفر كتير. فبالتالي التذكره مثلا هم كانوا كاتبين لك 10 يورو ممكن تقف عليك في الاخر 15 يورو 20 يورو بالكتير. فطبعا الموضوع موفر وتجربه تحفه. طبعا اي فلوجر تاني او اي يوتيوبر تاني مش هيرضى يقول المعلومه دي، بس انا هقولها لكم. كل الفلوجرز او اليوتيوبرز اللي لما بيحبوا يسافروا ما تفتكروش يا جماعه ان الناس بتدفع ملايين والافات في التذاكر دي. لا، بيبقى لينا ويز وليهم طرق، او انا ليا طرق، او اي حد ليه طرق ان هو بيعرف يوصل لاحسن الاسعار باقل التكاليف. انت ممكن تسافر وتلف العالم بذكاء وبأقل التكاليف، وده اللي انا بنصحكم بيه. وبكره اول منطقه قويه هنزورها سوا، بلاش احرقها لكم، هي مفاجاه. انا مش طالب اي حاجه غير ان انتوا تعملوا لايك، سبسكرايب، تدعموا القناه، اكتبوا كومنتات، فعلوا زرار الجرس واختاروا كلمة اول او الكل او الجميع. ودايما افتكروا ان التارجت بتاعنا اللي بنقوله جوه كل فلوج ان احنا التارجت بتاعنا 1,000,000 سبسكرايبرز، 1,000,000 مشترك. نجمع 1,000,000 مشترك في خلال سنة، ده صعب ومش هيجي بسهولة، بس معاكم وبيكم هنعمله، وان شاء الله خير ونهاركم زي الفل. السلام عليكم.